بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده يوم روتيني، يوم مختلف، يوم جديد. يوم يعني ايه، فيديو جديد ومختلف هنعمله مع بعض. هنعمل فيه ترويق وهنعمل فيه بيتزا. وانا قررت ان انا هفتح محل بيتزا، فطبعا هاخد رايكم في البيتزا بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دول كانوا شوية أطباق كده موجودين عندي في الحوض، قلنا نغسلهم الأول قبل ما نعمل البيتزا ونشغل نفسنا بحاجة. قلنا لأ، هنروق بس الدنيا علينا الأول وبعد كده نبتدي نعجن ونعمل البيتزا بتاعتنا. أول حاجة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونصيحة مني إن أنا أختكم بقول يعني في الوقت ده نرمي أي حاجة على ورا ظهرنا، ودايما تبقى لساننا مشغول بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه. يعني هناخد حسنات، انت كده كده بتاخدي حسنات ان انت بتقضي الواجب اللي عليكي وبتقضي مصلحة بيتك. ليه بقى ما نزودش الطاقة الإيجابية دي بذكر الله والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام وأذكار الصباح والمساء؟ فهتلاقي الوقت فيه بركة وهتلاقي كل حاجة بتخلص بسرعة. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. واللي مش حافظ أذكار الصباح والمساء أو أي ذكر هيقوله هو يعني مشغول، هيستغفر، بس يستغفر ربنا ويملى دايما لسانه بالاستغفار. فإن شاء الله ربنا هيوضع البركة. ممكن نكتب ورقة كده ونلزقها قدامنا ونقرا منها واحنا شغالين كده، نقرا منها أذكار الصباح والمساء. خلاص كده خلصنا المواعين، دخلنا على البوتاجاز بتاعنا. طبعا البوتاجاز ده حاجة أساسية إن هو بيتغسل في اليوم مرة واتنين. أنا ساعات بغسله وأنا بطبخ، يعني ساعات بكون بطبخ مثلا على عينتين أغسل بقية البوتاجاز وهو سخن كده علشان دايما يبقى نضيف، مفيش فيه طبعا دهون متراكمة عليه. شلنا العيون وحطيت بقى شوية كده من المنظف ومسكته بقى دعكته كده بالسلكة. طبعا الغسيل ده غسيل كده على الماشي، وكل فترة بنديله بقى غسلة المعتادة النظيفة، بقى نغسل الكوش ونغسل الحمالات ونغسل الإزاز بتاعنا كويس والفرن، وافك الإزاز بتاع الفرن واغسله. يعني الواحد لازم يحافظ على نظافة الحاجة، الجهاز اللي موجود في المطبخ. بصراحة أي حاجة موجودة في مطبخك لازم تحافظي عليها. العين مش عايزة تركب، اركبي. وبعد كده رجعنا بقى العيون زي ما كانت. ده المنقذ بتاعك اللي موجود في المطبخ. بصراحة بالنسبة لي أنا ده المنقذ بتاعي. هنرجع بقى الحمالات بتاعته زي ما هي، الحامل بتاعه هنبقى نغسله مع بعض بقى غسلة جامدة. وبعد كده نخش على الرخامة اللي هنعجن عليها وهنفرد عليها. دخلنا على الرخامة نديها غسلة كده وشطفة أخرى بالبريل كده ونطهرها علشان تبقى الدنيا حوالينا نظيفة. خلاص كده الحمد لله خلصنا ونشفنا وطوقنا. هنبتدي نخش على العجين. طبعا انا كنت عجنت بقى علشان تخمر. وبعد كده ايه، هنعمل البيتزا بتاعتنا. احنا النهارده هنعمل بيتزا اقتصادية، بيتزا سهلة. يعني دي كان عندي لحمة مستوية، فانا رحت عامله لها بصلايه وحبايتين من الفلفل وعملت لهم تعصيجه كده علشان اعمل بيها ايه البيتزا بتاعتي. ومعايا فلفل متقطع، ومعايا الصلصه بتاعتنا المعتاده اللي احنا بنعملها، فص ثوم ونقطه زيت، وبعد كده نحط عليها عصير الطماطم والبهارات بتاعتنا ومعلقه من السكر. واللي بيحب يضيف زعتر يضيف زعتر. وبعد كده مسكت بقى العجينه بتاعتي قطعتها 4 كور. طبعا انا هعمل 4 بيتزايات، هعمل منهم واحدة على شكل فطيرة كده. أول واحدة كده جبنا بقى اللي فردنا العجينة في الصينية بتاعتنا. طبعا أنا كان عندي ناس هتتعشى عندي في اليوم ده، فأنا عملت بقى البيتزايات الكبيرة دي. وبعد كده هضفت نص اللحمة على البيتزاية دي وفردتها كده على الصلصة بتاعتي. بعد ما فردت العجينة بتاعتنا كانت عبارة عن ايه، كانت كيلو دقيق. ده كيلو دقيق
عملت منه 4 بيتزات كبار زي ما انتوا شايفين كده، بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده. كيلو دقيق، عليه ذرة من الملح، وكمان ذرة من معلقة من السكر، وكيس من الخميرة، ومعلقتين من الزيت، كوباية من اللبن أو علبة من الزبادي. يا ده يا ده بيغني يعني. وبعد كده أكمل عجن بالمية بتاعتي. دي أنا هعملها بالخضار بس كده، طماطم وفلفل وجبنة، من غير طبعا من غير لحم. هعمل 2 باللحمة و2 بالخضار. دول كنت عاملة طواجن مكرونة وحطاها في الفرن بقى، بعد ما لقيتها استوت شلت الطواجن وحطيت ايه ال البيتزاية الأولانية اللي احنا عملناها، ودي اللي بقى اللي احنا هنعملها بالخضار، وهنضيف عليها الجبن، وهنسيبها نركنها على ما اللي في الفرن تستوي. طبعا كل ما بتركنيها العجينة معاكي بتخمر شوية، وبتبقى سمك العجينة حلو وتطلع طرية معاكي. دي البيتزاية التالتة هنعملها زي فطيرة كده. هنضيف الحشو جوه في النص، يعني الحشوة بتاعتنا هتبقى في نص البيتزاية. ضفنا بقى بقية الكمية بتاع اللحمة. ممكن نضيف لو عندك بقى زيتون مخلل متقطع تضيفيه فيها، فلفل ألوان، أي حاجة عايزة تضيفيها ممكن تضيفيها مع اللحمة، أو تضيفيها لوحدها من غير لحمة يعني. خلاص فرفدت اللحمة بتاعتي. طبعا اللحمة دي كانت مستوية أساسا، وأنا عملت لها الخلطة بتاعتي اللي هي مثلا بصلتين وعليها حبيتين من الفلفل، وشوحتهم كده على النار، وعملت بهم البيتزا بتاعتي. ضفت كمان فلفل متقطع وكمان شوية من الجبن. وبعد كده هفرد طبقة تانية من العجين، هحطها على الوش، هقفلها كويس بقى. طبعا نغطي الحشو خالص ونقفلها كده من الجناب، نفردها حلو. وطبعا الجبنة اللي جوه دي هتسيح، فهتمسك الطبقتين ببعض، وهندهن بقى الوش بصلصة البيتزا، وهنحط على الوش برضو بتقدر تحط طماطم او فلفل الوان وجبنة، وعليها برضو شوية من الجبن، هتطلع شكلها حلو اوي. خلاص دي كانت البيتزا التالتة، ودي اول بيتزا احنا عملناها مع بعض بعد ما خرجت. وبعدين طلعنا برضو البيتزا اللي بالخضار، وكنا عملنا الطواجن وطلعناها طواجن مكرونة. وكان دول ال3 بيتزايات بتوعنا. وخلاص احنا قدمنا بقى العشاء بتاعنا النهاردة، كان عبارة عن الطواجن والبطاطس المحمرة والبيتزا اللي احنا عملناها والمخلل. يا رب يكون الفيديو عجبكم.